اهلا وسهلا بحضراتكم جمهورنا المحترم. النهارده عندنا لقطه مهمه جدا جدا. حاجه كده كانت في ايد محمد عبد المنعم في مباراه الاهلي والداخليه في الدقيقه 72، وحاجه اثارت الجدل كده، وصوره بصراحه انا مش متخيل ايه اللي حصل. معايا صورتين هم اهم صورتين في مباراه الاهلي والداخليه، وكل اللي هيشوف المباراه في الدقيقه 72 تقدر تشوف اللقطه اللي انا اخدت منها سكرين شوت للقطه دي. في البدايه بعد اذنك اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نعرض اول صوره. اول صوره قدام حضراتكم محمد عبد المنعم وفي حاجه في ايده. انا مش عارف ايه الحاجه اللي في ايده دي، ولكن اللي ما يدل على ان قدامنا دي هي ورقه، لكن ايه هي بالظبط انا مش عارف. طيب الورقه دي ممكن يكون ليها في الملعب، نجرب. بص بقى الصوره الثانيه. الصوره الثانيه بتقول ان محمد عبد المنعم اخذ ورقه وحطها في الحذاء بتاعه. اللي عايز يشوف اللقطه دي يشوفها في الدقيقه 72. الاهلي النهارده اكتسح الداخليه 4 اهداف مقابل هدف. والنهارده شفنا تالق من امام عاشور، شفنا تالق من وسام ابو علي. بصراحه النادي الاهلي النهارده ظهر بشكل جيد جدا، ومفيش حد يقدر يقول اي حاجه في حق الاهلي. لكن كل اللي نقدر نقوله في حق الاهلي النهارده ايه اللي حصل مع محمد عبد المنعم، وايه الورقه الغريبه اللي اول مره حد يشوفها دي، وايه اللقطه اللي محدش اخد باله من الجمهور، لكن الكادر جاب الصوره دي وسط المباراه. بشكل كده ايه، تحس ان في ايه نوع من الاهتمام او الفضوليه من اللي بيصور. مش عارف انا ايه القصه، او انت شايف ايه في الموضوع. لكن كل اللي شايفه بقى نخش بقى في اهم نقطتين في المباراه. المباراه دي انا شايف ان الاهلي نزل بخطه، والاهلي بصراحه 10/10، وده الاداء وده الشكل الممتاز اللي انا كجمهور النادي الاهلي طالبه. انا عايز كده. النادي الاهلي النهارده في تاني الدوري برصيد 54 نقطه، بينه وبين نادي بيراميدز اللي هو متصدر الدوري 4 مباريات، 4 في 3 12 نقطه، من 54 يبقى 66 نقطه، وبيراميدز 65 نقطه، فرق نقطه واحده عن نادي بيراميدز. ده اللي يخليني بقى اقول للنادي الاهلي ايه الفتره اللي جايه ما ينفعش تتراخى في المباريات. لازم كل مباراه انت تقاتل لانك بتقاتل على بطوله جديده. بينك وبين البطوله الجديده خلاص خطوه، وتحصد بطوله جديده. ده اللي يخليني في الوقت اللي جاي اقول ان النادي الاهلي لازم يدور على حاجه مهمه يعملها. واحد، انك في الفتره اللي جايه مارسيل كولر انك لازم تدور على مهاجم كويس. دي الحاجة التانية لازم تراجع نفسك في موضوع كهربا. الاهلي اخذ قرار ضد كهربا بعد انه في مشادات كلامية بسبب نزول موديست في مباراة طلائع الجيش. لكن مش دي الازمة، مش هي دي الازمة. عدي الموقف لكن ما تخسرش البطولة. اي نعم ان الاهلي ما بيوقفش على حد، لكن كهربا هيفرق برضه. كهربا هيفرق. النهارده شفنا تألق من وسام ابو علي وامام عاشور، بصراحة كانوا 10/10. حسين الشحات النهارده برضه تألق وصنع 3 اهداف. يعني ناس بتنزل تعمل لك الفارق. فانا محتاج ايه الوقت اللي جاي؟ انك تضغط على نفسك وتبدا صح، تبدا تدور ايه المطلوب مني، ايه اللي المفروض اعمله، ايه الخطه اللي انزل بيها اللعيبه في المباراه تنزل بالشكل اللي انا عايزه، تديني الاداء اللي انا عايزه. احنا كجمهور الاهلي نفسنا الاهلي يفوز كل مباراه رباعيه وخماسيه كمان، لكن التراخي في المباريات حتى الجمهور بيزهق من اداء الاهلي. هو كده 10/10. بتدعم خط الدفاع، خطأ من الشناوي فادح، خطأ فادح من الشناوي في المباراة. بصراحة كرة ما تدخلش في عيل صغير، كرة ما تدخلش في حد من الناشئين، كرة سهلة جدا، كرة في المتناول. الكرة مش فاجئتك اصلا، الكرة في ايدك، ولكن انت مش اللي هو في الفورمه. مش هي دي ال 150 مليون اللي عايزنا ندفعها فيك. مش هي دي 150 مليون اللي عايزنا ندفعها فيك. احنا عايزين حاجة تخلينا ندفع الفلوس واحنا مرتاحين واحنا مطمنين جوانا كده احنا كسبنا حارس. لكن بالاداء والشكل اللي انت بتعمله ده احنا خسرنا مبلغ، والتعاقد هيكون بشكل مجاني كمان. خسارة ان الشناوي يوصل الدرجة بيه او المرحلة اللي تخليه يفقد الثقة في نفسه. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو حد يعرف ايه اللي عمله محمد عبد المنعم يكتب لي في كومنت
وشكرا جدا لحضراتكم، واتمنى انه اكون عند حسن ظن حضراتكم. الى اللقاء في فيديو اخر.